ذلك رجل من بني إسرائيل جاءت إليه امرأة. هذه المرأة تريد منه شيئا، امرأة أرملة، فنزغ الشيطان في رأسه وقال لها أعطيك ما تشائين ولي طلب واحد منك. قالت له وما ذاك؟ قال خلي بيني وبينك. شوف عندما تموت الرقابة الإلهية، هذه المرأة ماذا تقول؟ مكنيني من نفسك ولك ما شئت. فأخذت تفكر أعصي الله من أجل لقمة عيش؟ حاشا. ورجعت إلى البيت صفر اليدين فوجدت أولادها صغار، هذا يبكي وهذا يصرخ وهذا يقول أماه أمعائي تتقطع، وهذا يقول أماه ارحمي مني الضلوع، وهذا يقول أماه كسرة خبز. فضعفت الأم، ضعفت أمام هذا الضغط، الجوع لا يرحم. ورجعت المرأة إلى الرجل وقالت لك مني ما شئت أعطني، فأعطاها ما طلبت. رجعت إلى أولادها وأعطتهم الطعام والشراب ورجعت إلى الرجل ودخلت بيته فأغلق الباب وجلس بين شعبها الأربع يريد أن يفجر بها، وهي رقابة عندها. الرقابة تلزع فؤادها تحرق قلبها، وإذا بالدموع تنهمر على الخدين. نظر الشاب إليها تبكي فقال ما الذي يبكيك يا امرأة؟ قالت أبكي لأنني أستحي. من إيش تستحي؟ الأبواب مغلقة، الشبابيك مغلقة، ما في أحد يشوفك، إيش تستحي من إيش؟ أستحي أن أعصيه والله يراني. أستحي. ليش تبكي؟ قالت أبكي لأنني لأول مرة أعصيه. كلام جديد. الشاب هذا تحجر، إيش تقول؟ لأول مرة تعصيه؟ إيه، لأول مرة أعصيه، لأول مرة أتجرأ فأعصيه. فوقف الشاب مكانه كأن الحياة تنهش جسده وهو يقول لها أتقولين لأول مرة تعصيه؟ قالت نعم. قال فماذا أقول أنا وأنا منذ نعومة أظفاري وأنا أعصيه؟ ماذا أقول أنا إذا سألني الله عن شبابي فيما أفنيته، عن عمري أين ذهب، إذا سألني الله عن صلاة ضيعتها، إذا سألني الله عن حرمات ارتكبتها، إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. ثم قام الرجل يبكي نادما متحسرا. شوف الاستيقاظ. لا يقع الشاب في هذه المعصية إلا إذا أصيب بالغفلة، بالبعد عن الله، إذا ضعف إيمانه. يا شباب لا بد أن تعودوا إلى المساجد إذا أردتم أن تحافظوا على نفوسكم. لا بد أن تعودوا إلى هذه الروضات، إلى روضة النبي محمد، إلى حلقات الذكر، إلى العلم الشرعي، إلى القرآن، إلى قراءة القرآن، إلى التلذذ بالقرآن وتعليم القرآن إذا أردتم أن تحافظوا على أنفسكم في زمن كثرت فيه الشهوات. قال لها أيتها المرأة خذي من مالي ما شئت واتركي ما شئت وادع الله تعالى لي بحسن الخاتمة. فدعت الله له بقبول التوبة وحسن الخاتمة وخرجت معززة مكرمة ما مسها أبدا. شوف عندما راقب الله. ومرض الرجل ونام على فراش ذلك الشاب يبكي على شباب ضيعه. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ونام على فراش تلك الليلة وإذا بحمى تجتاح جسده، حمى شديدة أسقطت مفاصله، فأحس بأنه الموت، فتاب إلى الله توبة صادقة، توبة نصوحة. علم الله صدق توبته وجاء ملك الموت فقبض روحه. علم أهل قريته بموته فجاءوا يشيعون جنازته بالصباح وهم يعلمون حاله. فلما وصلوا إلى داره وجدوا مكتوبا على الدار من الخارج جدار البيت: أيها الناس اعلموا بأن الله قد غفر لأخيكم هذا وأدخله الجنة. الرقابة الإلهية. وإني لغفار
التوبة يا شباب، الرجوع الإنابة لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى